واش عمرك حطيتي راسك على المخدة باش تنعس ولقيتي مخك باقي خدام وما باغيش يسكت؟ واش كتعاود نفس المواقف في بالك مرات ومرات وديما كتقول الا وقع هاد الشي والا ما نجحش؟ الا كان هاد الشي كيوقع ليك فمن المحتمل تكون كتعاني من التفكير المفرط. في هاد الفيديو غادي نهضروا على 8 العلامات كيبينوا واش نتا كتفكر بزاف، وباش تعرف راسك بقى معايا حتى الاخر. أول علامة هي كتلقى صعوبة في اتخاذ القرار. أي قرار حتى إلا كان بسيط كيحتاج منك وقت طويل، تختار مطعم، تشري حاجة ولا تبدل خدمة، كتبقى حاير وكتفكر بزاف حتى كيدوز الوقت. تاني علامة كتعيش في الماضي، كتبقى كترجع المواقف دازو من شهور ولا سنين وكتقول كون درت هكاك، كون جاوبت بهذه الطريقة، ولكن الماضي ما كيقدرش يتبدل. ثالثا كتعاود نفس الهضرة، كتلقى راسك ديما كتسول نفس الأسئلة وكتعاود نفس المواضيع حيت كتخاف تدخل في نقاش جديد ولا كتقول شي حاجة تندم عليها. رابعا كتهرب من المواجهة، عوض تواجه المشاكل كتأجلها وكتخليها تتراكم، ومع الوقت كيولي الضغط النفسي أكبر. خامسا كتقلب بزاف على المعلومات قبل ما دير أي حاجة حتى إلا كانت بسيطة، كتبقى كتبحث وتقرأ وتشوف آراء الناس بدل ما ترتاح كتزيد تحتار. سادس علامة وهي جسمك حاضر ولكن عقلك غايب، كتكون جالس مع العائلة ولا صحابك ولكن مخك في بلاصة أخرى، ما كتستمتعش باللحظة وكتحس براسك معزول. سابع علامة وهي النعاس ديالك كيولي صعيب، مني كتحط راسك باش تنعس الأفكار كتبدا تجري، مرة كتفكر في المستقبل، مرة في الماضي، وحتى إلا نعستي كتفيق عيان. ثامن علامة، العلامة الأخيرة وهي القلق. القلق كيحبسك، أخطر حاجة هي ملي التفكير كيولي يمنعك دير أي خطوة، كل مرة كتقول إلا فشلت، إلا وقع شي مشكل، وكتبقى بلا حركة. إذن إلا حسيتي أن أغلب هذه العلامات فيك ما تخافش، التفكير المفرط ماشي نهاية العالم، ولكن خاصك تعرف كيفاش تتحكم فيه قبل ما هو يتحكم في حياتك. حاول تعيش اللحظة، ما تبقاش تحمل هم كل حاجة. إذا حسيتي أنه ولا كيأثر على حياتك بشكل كبير ما فيها حتى عيب تطلب المساعدة من مختص. ودابا جاوبوني في التعليقات شحال من علامة لقيتيها فيك. إذا عجبك الفيديو دير لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد.